هنا نقع الصدور دجاج هتبلها لهم برضو واشويها لهم اير فراير او على المقلة على الغاز نقطة زيت زيتون او نقطة سمنة اللي انتوا عايزينها. نقع، بس انا ما بنقعش غير في زنجبيل وليمون بس، خلاص. من 10 دقايق لربع ساعة. بعد كده اغسله كويس وتبله. هوريكم التتبيلة. شوفوا يا جماعة التتبيلة، انا بحط عصير ليمونتين، علبة زبادي، اي نوع زبادي عندكم. معلش سامحوني بقى عشان التصوير، مفيش حد معايا بيصور. ملح على حسب الكمية، فلفل اسود، شوية شطة، انا عندي بحب الحاجة حراقة شوية. وهحط دي خلطة دجاج التندوري، روعة 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 للصدور، مش شرط فخاد ابدا، جميلة. ماشي، احط كيس واحد بس على الكمية اللي انا عاملاها. ما عندكوش الخلطة ديت، ما عندكوش الكيس ده، اي نوع بهارات دجاج عادي تحطه مع الزبادي والبهارات بيطلع الطعم رائع. بس انا عاملاها لهم المرة دي كده. هنعصر الليمون، برضو الليمون اختياري، بس انا بحب دايما الليمون في تتبيلات الفراخ بالذات. ضيع الزفارة، بتدي مزازة شوية، بتبقى رائعة رائعة رائعة. تبارك الرحمن. هنبدأ نخلط. تبارك الرحمن. اللون من خلطة التندور اكيد انتوا عارفين الطعم بتاعها خطير، جربوه. طبعا انا مش هعمل الكمية دي كلها دلوقتي، نقدر نفرزنها على حسب الكمية اللي انت عايزاها في كيس وتحطه في الفريزر. انا هشيل النص والنص هطبخه للغدا النهارده. وادي الدجاج اللي سويته على الغاز، شوفوا تبارك الله. طبعا لسه سخن النار، ما شاء الله. جربوا. هنا يا جماعه هعمل ميكس ما بين السمنه البلدي وزيت الزيتون، تمام. وفي شويه تانيين هعملهم في الاير فراير. المفروض النار تبقى عاليه علشان الدجاج ما يفقدش العصاره اللي فيه. يعني طبعا ما بقتش عاليه لسه، بس انا بصور لكم. وهنا هحط قطعتين في الاير فراير، اوريكم الشكل ده والشكل اللي قليته في السمنه والزيت الزيتون. وهنا اهوت اللي بقى فرزنته، حطيته في اكياس. هقفل الكيس كويس واحطه في الفريزر، وقت ما احتاج اطلع واشتغل على طول، تكون جاهزه عندي لاي ظرف. جيت متاخره من الدوام، العيال جم قبلي، اي حاجه يطلعوا ويسووا على طول. مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. هنعمل شويه مكرونه بنقول عليها حبه وحبه يعني. بحمر نص كيس المكرونه، بس يحمر بحط عليه النص التاني، حبه بهارات وحبه ماجي وخلاص كده. شوفوا اللون، اللون كده ممتاز. بضيف انا المكرونه، طبعا انا حاطه السمنه مع زيت، مش زيت لوحده، السمنه بتسقع والزيت بيخليه مفلفل شويه، عارفين. واضيفش عليها اي حاجه، اضيف ملح وفلفل اسود وحبه ماجي، حبه واحده ماجي. مش هكتر ملح عشان الماجي مالح اصلا، بس كده كفايه.
شويه فلفل اسود. بس انا مش هزيد ميه الا بعد شويه لما العيال يقربوا يجي، عشان تبقى سخنه على طول المكرونه، ما تعجنش، ما تتركنش تتعجن، تنزل منها على الغاز على الاكل على طول. سوي المكرونه. احلى حاجه في المكرونه دي انا بحب اخلي فيها شويه صوص كده، بحب اكلها مع الميه بتاعتها، تطلع تحفه كده. بس هي عموما لسه ما استوتش، محتاجه شويه.